مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الفضاء الإريترية لهذه الفترة يقدمها لكم محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. تنظيم مهرجان الإريتريين في الرياض وضواحيها. جهود لتعزيز وتطوير قدرات المختبر الإقليمي لصحة الحيوان والمحاصيل. تكريم الطلاب الحاصلين على نتائج متميزة في امتحانات الشهادة المتوسطة والثانوية في الإقليم الأوسط. مقتل 132 شخصا في زلزال قوي ضرب نيبال وشعر به سكان نيودلهي. اليابان تتعاون مع الفلبين وأمريكا لحماية الملاحة في بحر الصين الجنوبي. هجمات على قاعدتين أمريكيتين شمال شرق سوريا. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. نظم الإريتريون في الرياض وضواحيها بالمملكة العربية السعودية مهرجانهم السنوي يوم الثاني والثالث من نوفمبر تحت شعار إنجازات بطولية بصفوف متماسكة. وتضمن المهرجان الذي افتتحه رئيس الشؤون التنظيمية للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف صايق بحضور عدد كبير من المواطنين، تضمن عروض ثقافية وتعليمية وسمينار عن الأوضاع الراهنة ومناشط رياضية. وأوضحت القائم بأعمال السفارة الإريترية السيدة ويني جرزجهير في افتتاح المهرجان أن المهرجانات السنوية المنظمة في مختلف الدول لها أهمية كبيرة إلى جانب الترفيه والتجمع الوطني في تقوية تماسكنا والدفع بمسيرة التنمية ووضع البرامج الجديدة. وشكرت كافة المساهمين في التنظيم. وقال رئيس الجالية الإريترية في الرياض وضواحيها السيد عبد الرحمن إمام أن الهدف الأول للمهرجان هو نقل الثقافة والقيم والارتباط بالوطن والهوية. وقدم سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف صايق في السمينار الذي عقده مراحل التصدي للعدائيات، وقال يجب علينا الآن أيضا العمل بقوة لتعزيز الوعي والتنظيم لكونهما أساس الانتصار، داعيا الإريتريين في الخارج بتقوية الوحدة والتأطر في الجاليات وتعزيز المشاركة في البرامج الوطنية. شهد المهرجان أناشيد وعروض تعكس ثقافة ووحدة الشعب الإريتري من طلاب المدرسة العالمية الإريترية، وتقديم برامج توضح نضال الشعب الإريتري من أجل الاستقلال والبناء والتحديات، وعروض تعليمية وبازار وحفلات فنية قامتها الفرق الفنية المتوجهة من إريتريا. وقدمت في المناسبة الجوائز الفرق الفائزة في منافسات كرة القدم المنظمة لحوالي شهر بمناسبة المهرجان. أجرى المختبر الوطني لصحة الحيوان والمحاصيل بوزارة الزراعة تدريبا على تنمية القدرات لأعضاء المختبر الإقليمي من كل الأقاليم في الفترة من 18 وحتى 31 من أكتوبر. وتضمن التدريب العملي والنظري تشخيص الأمراض والآفات الحيوانية واختبار جودة البذور وتشخيص الآفات النباتية وإدارة جودة المختبرات والحفاظ على الممتلكات وسلامة وأمن المختبرات وغيرها من المواضيع. ويجري تطوير خدمة المختبرات الإقليمية إلى جانب التوسع في العيادات البيطرية. ونتيجة للخطوة المتخذة في عام 2020 تم إنشاء مختبرات صحة الحيوان والمحاصيل في 5 أقاليم. وقال السيد منير وهاب منسق التدريب أن التدريب يهدف إلى تعزيز الخدمة من خلال تعزيز مهارات الأعضاء. وفي الحفل الختامي شكر وزير الزراعة السيد الرفين برهي منظم التدريب وحثهم على السعي لتحسين الخدمات المخبرية المقدمة في كل منطقة، مؤكدا مساهمة الوزارة في تطوير القدرات البشرية والآليات. قامت مدارس إيساق والمدهن ولمعة الثانويتين وكذلك مدرستي عود وورساي المتوسطتين اليوم الرابع من نوفمبر بتكريم طلابها الذين حققوا نتائج متميزة في الامتحانات الوطنية للعام الدراسي 2022 و2023. وعليه فقد منحت مدرسة إيساق والمدهن الثانوية ميداليات ل40 طالبا، منهم 22 طالبة حصلوا على 3 إلى 4 نقاط، بينما منحت مدرسة لمعة الثانوية ميداليات ل35 طالبا حصلوا على 3.4 إلى 4 نقاط. وفي حديثه في الحفل قال مدير المدارس أن الجوائز تمنح الطلاب مسؤولية السعي لتحقيق نتائج أفضل وإلهام الطلاب الآخرين للسير على خطاهم بقيرة شريفة، كما حث الطلاب إلى عدم الاسترخاء مع هذه النتائج والعمل الجاد لتحقيق أقصى قدر من النجاح في الكلية. وقال مدير مدرسة لمعة الثانوية الأستاذ حقوس واللي جبريل أن 50% من 272 طالبا تم إرسالهم إلى مدرسة ورساي كالو في العام الدراسي 2022 و2023 حصلوا على درجات البكالوريوس ودرجات الدبلوم. وفي الوقت نفسه منحت مدرسة ورساي وعوث المتوسطتين 93 طالبا حصلوا على نسبة 90% أو أعلى من ذلك في امتحان الشهادة المتوسطة.
وأشار مدير المدارس إلى أهمية تكريم الطلاب المتفوقين قائلين أنها خلقت تأثيرا تحفيزيا ليس فقط لأولئك الذين حصلوا على الجوائز وإنما أيضا لأولئك الذين ما زالوا في المدرسة الابتدائية. تم تنظيم محاضرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول القانون والممارسات الضارة لطلاب المدارس المتوسطة والثانوية في مديرية لوجو عنسبة في الأول من نوفمبر. وتضمنت المحاضرة التي نظمتها المرأة الإريترية ومكاتب الشرطة عروضا حول القضاء على الممارسات الضارة التي تؤثر سلبا على صحة المرأة ونموها ومنع الجرائم والانتهاكات. وأشارت رئيسة فرع الاتحاد الوطني للمرأة في المديرية السيدة سجويني قبر سلاسي إلى أن مشاركة المرأة في جميع مستويات التعليم آخذة في الازدياد، ولكن زواج القاصرات يحول دون ذلك. وحثت الأسر على الادخار والنساء على التركيز على تعليمهن لزيادة قدرتهن على المنافسة. وحث ضابط مكافحة الجرائم بمركز شرطة مديرية لوجو عنسبة العريف يحيى عمر حث الطلاب بعد تقديم شرح يركز على منع الجرائم الأسرية ودور المجتمع على الجدية والالتزام بقيم مجتمعهم، لأن الجهل بالقانون لا يعفيهم عن المساءلة. ودعا قائد مركز الشرطة العريف سيمون والجريمة الطلاب لزيادة تعاونهم مع الشرطة في مكافحة الجريمة، لأن الشرطة لا يمكنها العمل بفعالية دون تعاون الجمهور. من جانبهم حث الطلاب على الترويج لمثل هذه المحاضرات لما لها من دور في رفع مستوى الوعي. قدم مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديريتي دقة وقردات اللوازم الدراسية كدعم ل 258 طالبا بينهم 123 طالبة. وأوضح أعضاء المكتبين أهداف الدعم مطالبين أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم ليضمنوا التفوق التعليمي. وأشاد أولياء الأمور بالدعم المقدم مؤكدين بأنهم سيعملون على تشجيع أبنائهم لضمان تفوقهم ومواصلة التعليم لأعلى المستويات. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، لقي ما لا يقل عن 132 شخصا حتفهم في زلزال ضرب منطقة نائية في غرب نيبال وفق حصيلة جديدة صادرة عن السلطات، فيما تبحث فرق الإغاثة عن ناجين محتملين بمؤازرة القوى الأمنية. وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 5.6 درجة أقصى غرب النيبال الواقع في جبال هيمالايا على عمق 18 كيلومترا وفق هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية. وحدد مركزه على بعد 42 كيلومترا جنوب جوملا على مسافة غير بعيدة من الحدود مع التبت. ونشرت تعزيزات للقوى الأمنية للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ، حسب ما قال جوبال شاندرا باهاتاري المتحدث باسم شرطة مقاطعة كارنالي لوكالة فرانس بريس. وأعرب رئيس الوزراء النيبالي بوشبا كمال الذي وصل إلى المنطقة المتضررة عن حزنه العميق للأضرار البشرية والمادية الناجمة عن الزلزال. وغالبا ما تشهد النيبال زلازل إذ تقع على فالق جيولوجي كبير تغوص فيه الطبقة التكتونية الهندية بالطبقة الأوراسية لتشكل سلسلة جبال هيمالايا. قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كوشيدا أن بلاده والفلبين والولايات المتحدة الأمريكية تتعاون لحماية حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي في الوقت الذي تعهد فيه بالمساعدة في تعزيز القدرات الأمنية لمانيلا. وقال كوشيدا الذي يقوم بزيارة رسمية للفلبين في كلمة ألقاها أمام الكونغرس الفلبيني في العاصمة مانيلا في بحر الصين الجنوبي أنه يجري التعاون الثلاثي لحماية حرية الملاحة. والتقى كوشيدا بالرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، واتفق الزعيمان على بدء مفاوضات بشأن اتفاق لتبادل القوات وتعزيز التعاون العسكري وسط تزايد نفوذ الصين. وليس لليابان أي مطالبة بالسيادة في بحر الصين الجنوبي، لكن لديها نزاعا بحريا منفصلا مع الصين في بحر الصين الشرقي. تعرضت قاعدتان أمريكيتان شمال شرقي سوريا إلى هجمات حسب إفادات عدة مصادر، والقاعدتان هما خراب جير في الحسكة وحقل العمر النفطي في دير الزور، ويستخدمهما التحالف الدولي لمحاربة داعش. وفي البداية تعرضت قاعدة خراب الجير قرب مدينة رميلان بريف الحسكة الشمالي لهجمات صاروخية، حيث سمع دوي انفجارات قرب القاعدة وأصوات طيران مروحي فوق سماء المنطقة.
وبعدها دوت 3 انفجارات قوية قرب قاعدة الجيش الأمريكي في حقل العمر النفطي بريف دير الزور، ولم تعرف طبيعة الاستهداف وإن كانها برشقات صاروخية أم طائرات مسيرة انتحارية. وبحسب المعلومات المتاحة فإن الهجمات لم تسفر عن أي خسائر بالأرواح أو إصابات. في الخبر الأخير، نجحت الصين في إطلاق قمر صناعي خاص بتجارب تكنولوجيا الاتصالات إلى الفضاء من موقع وانشانغ لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان جنوبي البلاد، حسب إفادات وكالة الأنباء الصينية. وانطلق القمر الصناعي على متن نسخة معدلة من صاروخ حامل من طراز لونغ مارش 7، ودخل المدار المخطط له بنجاح. وسيستخدم القمر الصناعي بشكل رئيسي في تجارب تكنولوجيا الاتصالات متعددة النطاقات وفائقة السرعة. وتعد هذه المهمة رقم 495 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونغ مارش. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. تنظيم مهرجان الإريتريين في الرياض وضواحيها. جهود لتعزيز وتطوير قدرات المختبر الإقليمي لصحة الحيوان والمحاصيل. تكريم الطلاب الحاصلين على نتائج متميزة في امتحانات الشهادة المتوسطة والثانوية في الإقليم الأوسط. مقتل 132 شخصا في زلزال قوي ضرب نيبال وشعر به سكان نيودلهي. اليابان تتعاون مع الفلبين وأمريكا لحماية الملاحة في بحر الصين. وهجمات على قاعدتين أمريكيتين شمال شرق سوريا. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.